أبو حنيفة صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. كان أبو بكر الصديق في حال قراءته وفي حال صلاته يشم عنده رائحة الشواء، وما ذلك إلا لاحتراق كبده. فيقول لهم: هل بينكم وبين ربكم هذا آية تعرفونه بها في علامة بينكم وبين ربنا؟ فيقولون: نعم. الساق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما، فجاءت عائشة ففتح لها الباب ثم رجع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ونسأل الله على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، آمين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم ملالي وهابية. أبو حنيفة صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. عندما كنت أتبع البيعة التي كانت فلتة، كنت دائما أسمع أهلي وفي المساجد والقنوات حين يصلون على النبي صلى الله عليه وآله يقولون: النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أراه شيء عادي جدا. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظم نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما تركت البيعة التي كانت فلتها واتبعت بيعة الغدير تغير كل شيء، حين رأيت أن أهل الحق الشيعة يصلون بأعلى أصواتهم على النبي صلى الله عليه وآله، وحين يذكرون النبي يصلون عليه بكل ثقة وهدوء، لأن ألسنتهم موفقة للصلاة عليه. فبعد هذا أصبح بالنسبة لي عيب وعار أن أسمع أحد أفراد عائلتي أو شيخ يصلي تلك الصلاة الاستهزائية، لأنه استهزاء برسول الله صلى الله عليه وآله أن تصلي عليه بتلك الطريقة المضحكة والمخزية والبغيضة. وكما تعلمون أن أهل السقيفة أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله عندهم موديلات متنوعة ويتفننون في الصلاة على رسول الله. لنبدأ مع الموديل الأول. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا هو الموديل المشهور، النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر من أفضل الموديلات للصلاة على النبي وأشهرها. يعني الذي أنتج هذا الموديل يستحق جائزة نوبل، صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الموديل أزعجهم لأنه طويل وصعب، صلى الله عليه وسلم كثير. سيرة النبي عليه وسلم في هذا الجانب والله هو تسرح في خيالها بعد ذلك. بس هذا نعم، هذه أفضل شيء. والنبي عليه وسلم جمع كل، يعني والله كل شيء في سيرة النبي عليه وسلم. لو تفردون إن شاء الله برنامج إن شاء الله كيف عاش النبي عليه وسلم أزواجه وكيف عاش معهن. النبي عليه وسلم هذا اختصار للموديل الأول، صلى الله عليه وسلم، يعني موديل نيو فيرشن، فقاموا بحذف الصاد، يعني حتى الصاد ثقيلة أوي. عليه وسلم أفضل، صدعتونا الصلاة على النبي، صلوا على النبي، عليه وسلم أفضل يا أخي. لماذا هذه الصاد الكافرة في الصلاة؟ احذفوها وريحونا. والنبي عليه وسلم جمع كل، يعني بل حتى هذا الموديل تم إعادة النظر فيه لأنه ما زال ثقيلا في اللسان. والنبي صلى الله النبي سلم هذا ربما أفضل، نعم أفضل من الآخر. هذا الموديل تم حذف منه العين، هذه العين الكافرة المشركة. النبي سلم أفضل وأسهل وخفيف في اللسان. والنبي صلى لا، بل حتى هذا الموديل النبي سلم يجب اختصاره لأنه يضر في اللسان ويظهر منه علامات البدع والشرك. ثم وعدها النبي صلى الله عليه وسلم ثم وعدها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، مرة ثانية حتى أستمتع مع فضيلتك. الله. ثم وعدها النبي صلى الله عليه وسلم ثم وعدها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أحسنت، النبي صاد، وهذا أفضل موديل ومختصر جدا، لا صاد ولا عين ولا لام ولا ميم. لماذا هذه الحروف الكافرة الرافضية جعلتموها في الصلاة على النبي؟ النبي صاد سريعة في الفم. أنتم تعلمون أننا نتعب كثيرا في الصلاة على النبي. بارك الله في هذا الموديل الجديد، تكبير تكبير، الله أكبر. والآن لنشاهد موديل آخر ونادر جدا، لا تكاد تجده عند أحد، فقط في المتحف. النبي صلى الله عليه وسلم عمر. النبي ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمر. وبعد هذا النوع تشعبت أنواع أخرى جديدة. يلا يا سعادة البي، يلا يا أخويا أكشنها بقى، الناس عاوزة تتفرج. مصطفى صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، ما هذا الورع، ما هذا الأدب مع رسول الله، تكبير تكبير، الله أكبر. الأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم، الأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم. لا، مؤدب جدا ما شاء الله. نشاهد هذا المقطع لأحد كهنتهم وهو يتحدث عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله،
وفي نفس الوقت لا يصلي عليه. شاهدوا المهزلة لهؤلاء الذين يدعون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهقولهم لك بسرعة كده، قال من صلى علي صلاة واحدة كان ممكن يبقى ليه كام؟ 10 حسنات مش كفاية، 700 حسنة برضه مش كفاية، مليون حسنة برضه مش كفاية. أصل قدر النبي عالي، أصله غالي جدا عند ربنا، أصل ربنا بيحبه صلى الله عليه وسلم. فقال إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. الله أكبر. يذكر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وفي نفس الوقت يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فكن على ثقة أن الله لم يصلي عليك أبدا. في المقطع القادم هناك من اتهم الوهابية بأنهم لا يصلون على النبي، وهذا الوهابي يريد أن يدفع التهمة عن الوهابية. فشاهدوا المهزلة. ويكذبون علينا، يكذبون حتى إخوانهم بعضهم يقول لنا أنهم يقولون لنا أنتم ما تصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم وما تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا سمعونا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعونا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول يكذبون علينا ويقولون أنتم ما تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وما تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. صراحة لم يكذبوا حين قالوا عنكم أنكم ما تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا استهزاء بخير خلق الله، لأن الله قال فيه، هو مش ربنا اللي قال إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ يعني يا جماعة اللي حابب يفعل فعل يفعله ربنا عز وجل ويفعله الملائكة، يكثر من الصلاة على رسول الله، ثم يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كان ممكن يشيل لنا يا أيها الذين آمنوا دي ويقول صلوا عليه وسلموا تسليما على طول، لكن الله شهد بالإيمان لكل من صلى على رسول الله محبا متطوعا. الله شهد بالإيمان لكل من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله محبا ومتطوعا. والسؤال، هل هؤلاء شهد الله لهم بالإيمان وهل يحبون رسول الله؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إيه؟ هي دي صلاة؟ أقل شيء يا عباد الله هي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. وهؤلاء حرمهم الله من هذا الفضل، لأن ألسنتهم وقلوبهم الناصبية وفتوى القتل والإجرام وأكل أموال الناس لا تسمح لهم بالصلاة عليه. ثم يتبجحون بأنهم أهل اللغة. أضحكني حين قال نحن لا نعرف النحو هو لا يعرف أني أصلا خريج لغة عربية. يعني هذه مهنتي. ما شاء الله، خريج اللغة العربية وهذه مهنته. لنشاهد هل سيطبق اللغة العربية ومهنته في الصلاة على رسول الله أم لا؟ الشريط أظن هذا منذ سنين طوال اسمه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني معنى في هذا المعنى. أضحكني حين قال نحن لا نعرف النحو هو لا يعرف أني أصلا خريج لغة عربية. يعني هذه مهنتي. قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت وديت اللغة فين يا ولد؟ يا خريج اللغة يا متعلمة يا بتاعت المدارس. حين يصلون على رسول الله صلى الله عليه وآله ينسون كل شيء، لا لغة ولا هم يحزنون، لأن الشيطان استحوذ على قلوبهم وألسنتهم. شهدوا. هذه نصيحة. كثيرا ما أسمع مشيخات ومدرسين يبدأ فصيحا يعد كلماته وحروفه حتى إذا ذكر النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا تكلم تفاصح حتى أخرج كل حرف من مخرجه فأبلغه وأفصحه، إلا عند الصلاة على النبي فبيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه صلى الله عليه وسلم؟ هذا نصيب الشيطان من فمه ولسانه. يا للعار ويا للمهزلة. ولكن هل يفعلون نفس الشيء مع أصنامهم أبو بكر وعمر وعثمان وابن تيمية إلى آخره؟ لنشاهد أولا أبو بكر. عليه ماء باردا ثم قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب صلى الله عليه وسلم ثم رد قال اشرب يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم. لنشاهد ماذا سيقول حينما يصل إلى أبي بكر. رضي الله عن أبي بكر الصديق الأول الإمام الكبير في الإسلام.
عندما وصل إلى أبي بكر قال: رضي الله عن أبي بكر الصديق الأول الإمام الكبير. أما رسول الله سر خالية رضي الله عن أبي بكر وصلى الله على محمد. رضي الله عن أبي بكر وصلى الله على محمد. لم يقل وصلى الله على محمد، لا، هذه ثقيلة في ألسنتهم. هل هؤلاء يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أبدا. لنذهب إلى عمر صلى الله عليه وسلم 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 لكان الله عزل لكان الله عزل الله عزل الله عزل الله عزل قول الله عزل قول الله عزل الله عزل إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه وأرضاه. الله عزل والنبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر رضي الله عنه وأرضاه يقولها بكل هدوء. نذهب إلى عثمان. دفعهم إلى هذا. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يرى أنه لا ضير أن يحسن الإنسان إلى قرابته، فبعض الولايات أعطاها قرابته وبعضهم ممن نفاه النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسى، إياك أن تنسى. لنذهب إلى عائشة. طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي السيدة الطاهرة المبرأة أمنا عائشة رضي الله عنها. طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي السيدة الطاهرة المبرأة أمنا عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم. أما عائشة رضي الله عنها. لنذهب إلى علمائهم ابن القيم وابن تيمية. لك صلاتي كلها يا رسول الله اللهم صل وسلم. قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. يقول ابن القيم رحمه الله: فذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فقالوا لابن تيمية رحمه الله: اشرح لنا الحديث. فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعوذ بالله من هؤلاء عندهم مشكلة مع رسول الله. فلو كانوا فعلا يحبون أهل البيت عليهم السلام لجعلوهم في الصلاة على رسول الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. شاهد. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. لا يظن ظان أن هذه صلاة الشيعة، بظن لأنه إذا سمع هو اللي يقول هذه الصلاة على هذا الوجه. الشيعة يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بلحن تسمعونه معلوم، إنما الصواب أن هذا بسند صحيح عندنا. قالوا للنبي: كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن ثبت بسند صحيح عندهم الصلاة على رسول الله وآل رسول الله. والوهابية فقط يكتفون بصلى الله عليه وسلم ويحذفون آله. مقطع آخر. ومن أعظم مناقبهم في القرآن أيضا أن الله جل وعلا أمر بالصلاة عليهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طب دي فيها الصلاة على آل البيت يا مولانا؟ أيوة فيها. منين الكلام ده؟ من الحديث النبوي في الصحيحين. خلي بالك عشان هتعرف لأول مرة معنى الآية دي أنه يدخل فيها تبعا الصلاة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله. إذن في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين بالصلاة على رسول الله وآل رسول الله ويعترفون بها. نكمل المقطع. في صحيح البخاري من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فدخلت الصلاة على آله تبعا للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر من الله للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فالصلاة عليه تتضمن الصلاة على أهل بيته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شايف الكرامة دي؟ عاوزك تتصور كم مليون مسلم يصلون على آل بيت النبي كل يوم عشرات المرات. صلاة الفرائض والنوافل
وما شاء الله. يقول يصلون على آل محمد في الفرائض والصلاة، بل رغم أنفك وأنف علمائك إذا لم تصلي عليهم في صلاتك فلا صلاة لك. ولكن هل تتجرأ أن تشرك الصحابة في صلاتك؟ لو فعلت هذا تبطل الصلاة. هذا يدل على أن أهل البيت أعظم شأنا ومرتبة عند الله من الصحابة أجمعين، حتى جعلهم الله يصلى عليهم في كل صلاة. ولكن هل تشركوهم في الصلاة عندما تصلون على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ولكن لماذا يا وهابية لا تصلون على آل بيت رسول الله؟ ألستم تعترفون أنه واجب الصلاة عليهم؟ فما هو السبب؟ قد لاحظت في الفترة الأخيرة انتشار على الواتس وعلى غيرها كلمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهذه الكلمة صلاة مبتورة، صلاة الشيعة، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بس. يقول هذه صلاة الشيعة. عجيب، رسول الله في البخاري هو من أمرنا أن نصلي هذه الصلاة. هذا الوهابي يناقض نفسه بنفسه. شاهدوا. قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. علمنا السلام عليك، السلام عليك أيها النبي في التشهد. طب نصلي عليك إزاي؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما علمهم أضاف آله إليه. عجيب، هو نفسه يقول فلما علمهم أضاف أهله إليه، ثم مباشرة يقول صلى الله عليه وسلم، وينسى ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا هذا، هل رسول الله أضاف أهله مع أصحابه أم فقط أهله؟ لما علمهم أضاف آله إليه. فمن أنت حتى تضيف الصحابة؟ وأنت بنفسك تقول بأن رسول الله أضاف أهله إليه ولم يضيف الصحابة. لماذا هذا الحقد الدفين على أهل بيت رسول الله؟ ثم بكل وقاحة يقولون نحن نحب أهل البيت، نحن أهل السنة. هل هذه هي السنة؟ هل هذا هو الحب؟ حتى الصلاة عليهم لا تصلوها. ويقول هذه صلاة الشيعة. ما شاء الله، صلاة الشيعة، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بس. الله أكبر على حقد هؤلاء. يقول هذه صلاة الشيعة. نشاهد الرد. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. لا يظن ظان أن هذه صلاة الشيعة بظن، لأنه إذا سمع هو اللي يقول هذه الصلاة على هذا الوجه. الشيعة يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بلحن تسمعونه معلوم، إنما الصواب أن هذا بسند صحيح عندنا. قالوا للنبي كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نصلي عليه وعلى آله، فلأن قلوبكم الناصبية لا تتحملها نسبتموها إلى الشيعة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: يوجد في بعض النسخ للكتاب قوله صلى الله عليه وآله وسلم، فما حكم إدراج لفظة آله؟ تخصيص آله ما يكفي، آله وأصحابه. تخصيص آله هذا صار شعار للشيعة الآن، ولا يجوز أننا نحيي سنة الشيعة في هذا. نقول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أو نقول صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا الذي ورد في الأحاديث. هذا الذي ورد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الصلاة على الآل هو شعار للشيعة، وإذا صلوا على الآل يجب إدخال الصحابة، وإلا يقولون صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ ما هذا الحقد؟ ما هذه الضغائن؟ نشاهد هذا المقطع. حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. جزاك الله خير، الله يعطيك العافية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بدينا في البدع عادي يا عم أبو عبد الله. بدينا في البدع. إيه شلون؟
ما تقولها في الميكروفون. ما في الميكروفون يا أحمد، سجلتها؟ إيه. يذكر ما سجلتها. ليش؟ لا ما هذان ما شاء الله. ما في شيء، ذكر الله ما في شيء. يشهد لك يوم القيامة. الله كريم، الله كريم. هذا المؤذن الوهابي انتهى من الآذان وصلى على خير خلق الله مع آله، وقد شاهدتم فضل الصلاة عليه. فقام الوهابي بإبعاد الميكروفون عنه وقال بأنها من البدع. الله أكبر. هل الصلاة على رسول الله وآله عندكم بدعة؟ نشاهد كيف رد عليهم عدنان إبراهيم. عليكم صلاة الله ثم سلامه بكل أذان فيه الله أكبر. لا تسلم عليهم، لا تقل عليه السلام، هذه شعار الشيعة. الشيعة يصلون نترك الصلاة إذن؟ الشيعة يؤذنون نترك الأذان؟ الشيعة يوحدون نكفر بالله؟ ما هذا؟ أي فقه هذا؟ وينسب إلى فقهاء كبار أجلة. أيها الإخوة، ممنوع. إذا صار شعارا للمبتدعة فلا، ما هذا؟ أترك الشرع إذا صار شعارا للمبتدعة، بدل أن أفرح بأن هؤلاء المبتدعة كما تسميهم يشاركونني في سنة سنية. أنا أفرح، أنا أريد الخير لكل الناس، فمهما شاركني الناس في الحق الذي أراه حقا فالحمد لله له الحمد والمنة. قال لا، أنا أترك هذا الحق، لا نريده، لأن الشيعة تصطنعه. في الحقيقة ليس لهذا، لا، بل لشيء في القلوب على أهل بيت رسول الله. يريدون أدنى حيلة وأدنى معذرة حتى ينقص آل بيت رسول الله من حقهم، ثم بعد ذلك نأتي ونزعم أننا من أحباب آل بيت رسول الله. عجيب أمر الوهابية، يعني نصب وعداء لأهل البيت واضح بدون تقية. نشاهد ما هو رد الشيعة. أقل تقدير أن الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات و7 أراضين وعرش يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها أمر لو مو أمر يا أيها الذين آمنوا إذا أنتم مؤمنين صلوا عليه وسلموا تسليما. أصبحت الآن هاي اللي هسه هتفتوا بيها الصلوات أصبحت شعار للرافضة، شعار الروافض. بس تسمعون صوتك بالصلاة إذا بعمرة لو بالحج بجاك النداء اللهم لعن الروافض قطعان من الهمج. ليش؟ هو نبي الروافض؟ ليه؟ والله يشرفنا أن يكون بس نبينا، وإن شاء الله بس نبينا، وإن شاء الله بس إحنا نشرب من حوضه إن شاء الله تعالى. ما شاء الله، هذا فخر لنا نحن الشيعة أن يكون شعارنا هو الصلاة على محمد وآل محمد، وأن عدوك يعترف بذلك، فيا له من فخر. الحمد لله الذي وفقني وجعلني من الذين يصيحون بأعلى أصواتهم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله في المؤمنين. حقيقة هذه من دواعي الإيمان، إذا رأيتم الإنسان يرفع صوته بالصلاة على النبي وآله كلما ذكر المصطفى فاعلم أن هذا الإنسان مبارك في إيمانه. صلوا على محمد وآله. وغني. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه بركة من الله حرمكم منها بصلاتكم المبتورة. أنا هذه بعد ما قلتها في مجلسكم دائما أقول، ومن الله أسأل التوفيق. إذا كنت أتكلم بأي كلام وذكرت شيئا يستدعي الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله فلا تترددوا ولا تخجلوا واقطعوا كلامي بالصلاة على محمد وآل محمد. نحن مسترزقون، احنا تجار. عندما نحضر هذه المجالس إنما نحضرها لأجل أن نخرج منها بعطاء من الله سبحانه وتعالى. واعلموا بأن الله تعالى ما جعل ثمنا لشيء كما جعله للصلاة على محمد وآل محمد، حتى جاء في كتاب الكافي بأن أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. إخوتي الكرام، لا تنسوا أن تنشروا هذه الحلقة لفضح هؤلاء الذين يدعون كذبا وزورا حب رسول الله وأهل بيته.
إخوتي الكرام، أحرق قلوب الوهابية بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ألتقي بكم في حلقة أخرى إن شاء الله. هذا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.